موقف في قمة الجمال والروعة لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. الموقف ده هيخليك كده تعرف قد إيه الراجل ده كان راجل جميل وراجل عظيم جدا. الموقف اللي بيحكيه أحد تلاميذ الشيخ، وده اسمه الشيخ عبد الحليم الحديدي. تعالى كده اما أحكي لك الحكاية، فصل بقى على سيدنا النبي واسمع يا سيدي. الشيخ محمد عبد الحليم بيقول: في يوم كنت رايح مسجد الحسين عشان أصلي الفجر، دخلت بقى عشان أتوضى، لقيت راجل كبير كده مديلي ظهره وماسك مساحة وقاعد ينظف في أرضية الحمامات. بيقول: انا ما قلتش حاجه، رحت عشان اتوضى، شويه ميه بقى من اللي الراجل دول بيمسحهم جم على الجلابيه، عشان انا بقى بصوت عالي اقول له: يا شيخ الجلابيه لسه جديده والميه اللي انت بتعملها دي مش نظيفه، ليه كده بس؟ عشان الراجل الكبير ده يلف لي، واول ما شفته اتصدمت، كانت صدمه عمري لما لقيت اللي لافته وماسك المساحه هو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. بيقول: أنا ما دريتش بنفسي إلا وأنا بجري عليه وماسك إيده وببص وأقول له: سامحني يا شيخ سامحني. قعدت بقى أشد المساحة عشان أمسح أنا مكانه، هو رفض أبدا يديلي المساحة وفضل ماسك المساحة لحد ما خلص الأرضية كلها مسح. وبعد كده اتوضيت أنا وهو ورحنا صلينا الفجر سوا. بعد ما خلصت صلاة الفجر بقى سألته وقلت له: عندي استفسار يا شيخ. هو بقى كالعادة قال لي: قول يا سعب حليم. قلت له: أنت ليه كنت بتمسح الحمامات؟ عشان يرد عليا بلبقته كالعاده ويقول لي: عجبتني نفسي فحبيت اذلها. قلت له: برضه مانيش فاهم يا شيخ. قال لي: عجبتني نفسي، حسيت كده ان نفسي اتغرت فحبيت ادبها. قلت له: برضه ما فهمتش يا شيخ. عشان الشيخ الشعراوي يبدا يحكي له ويقول له: امبارح كان عندي محاضره في جامعه القاهره، وحضر ناس كتير بقى، بص طلبه كتير قوي، حتى المحاضره كانت طويله والعدد عمال يزيد، وكان كمان حاضر صوفي ابو طالب رئيس جامعه القاهره. وبعد ما خلصت المحاضره وانا راكب العربيه بتاعتي، جم الطلبه وقعدوا يشيلوا العربيه من على الارض شيل. هنا بقى حسيت كده لما روحت ان نفسي اتغرر، حسيت كده بغرور في نفسي، عشان انا اكلم نفسي واقول: جرايه يا امين، انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ انت هتنسى صاحب الفضل عليك ولا ايه؟ وطبعا صاحب الفضل كله ربنا سبحانه وتعالى. قلت: لا، ده انا لازم اذل نفسي واكسر نفسي، وجبت المساحه ومسحت الحمامات زي ما انت شايفني كده. الشيخ عبد الحليم الحديدي بيقول: والله قعدت ابكي من الموقف اللي حكاهولي بعد ما خلص. في يوم بقى الشيخ عبد الحليم الحديدي كان بيدي محاضره عشان بيحكي الموقف ده للتلاميذ اللي قدامه، فتلميذ يرد عليه ويقول له: على فكره ده مش اول موقف الشيخ الشعراوي يعمل كده، عمل نفس الموقف لما كان في الجزائر. وبدا التلميذ يحكي ويقول: الشيخ جات له دعوه في اكبر جامعه في الجزائر، وكان حاضر ناس كتير جدا، لدرجه ان المواصلات قفلت في الجزائر اليوم ده عشان عدد الناس اللي واقفين في الشوارع وواقفين في قلب الجامعه. هنا بقى بعد ما الشيخ خلص المحاضره بتاعته، واحد من المساعدين بتاع الشيخ بيقول له: الجزائر كلها بره عشانك يا شيخ، عشان الشيخ ما يردش عليه ويستأذن من احد المسؤولين، وكان المسؤول ده وزير جزائري، عشان يقول لهم: انا 5 دقايق وراجع. ويقعدوا يدوروا على الشيخ مش لاقيين الشيخ، فين وفين، لحد ما راحوا لقوا الشيخ ماسك حمامات المسجد اللي في الجامعه وقاعد يمسحهم بايده. شفت الراجل كان عامل ازاي؟ لما كان يحس بس بذرة غرور في نفسه كان يذلها ويكسرها، عشان ما ينساش صاحب الفضل، وينسى ان الفضل كله لصاحب الفضل ربنا سبحانه وتعالى. وفي الاخر يجي الرويبضة ويتكلموا على الشيخ. يا ريت الفيديو ده فضلا وليس امرا اعمل له شير ولايك على قد ما تقدر عشان ينتشر، والاجيال الجديده تعرف قد ايه الراجل ده كان راجل جميل جدا وكان عالم بمعنى الكلمه، عشان ما يسمعوش كلام الرويبضه اللي بيقولوا الايام دي. ويا ريت كمان لو انت وصلت معايا للثانيه ديت اوعى تسيب الفيديو الا لما تدعي له بالرحمه. واشوفك في فيديو جديد.